السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من معلوماتك اليومية. النهاردة نتعرف على أغرب 10 أسلحة في العصر الحديث. متخيلين إن مش كل الأسلحة مسدسات ودبابات؟ في أسلحة لما تعرف تفاصيلها مش هتصدق إنها حقيقة. استعدوا معانا، النهاردة هنستعرض 10 أسلحة من أغرب وأخطر الأسلحة اللي شفناها في العصر الحديث. فضلا وليس أمرا، ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول سلاح معانا هو المدفع الصوتي. إيه هو المدفع الصوتي؟ المدفع الصوتي هو جهاز بيستخدم في مواجهات صوتية عالية التركيز، زي الترددات فوق السمعية أو تحت السمعية، وبيتم توجيهه ناحية هدف معين. الموجات دي ممكن تسبب ألم شديد في الأذن، تؤدي لفقدان التوازن، أو حتى غثيان ودوخة لو استخدمت بتركيز معين. أشهر أنواع الأسلحة الصوتية: سلاح صوتي بعيد المدى، ده أشهر نموذج بيستخدموه لتفرقة المظاهرات أو لتحذير السفن في البحر، وبيطلع صوت عالي جدا ممكن يوصل لأكثر من 150 ديسيبل، أعلى من صوت محرك طيارة. السلاح التاني هو الموجات تحت السمعية، دي ترددات أقل من الإنسان بيقدر يسمعها، لكن بتحفز أعضاء الجسم وبتعمل دوخة وقلق وتوتر، وبيتم الحديث عنها كتجارب مستقبلية للسيطرة على العقول أو تغيير المزاج. استخدموا بقى السلاح ده فين قبل كده؟ أمريكا استخدمته في العراق وأفغانستان لتفريق الحشود. الشرطة الأمريكية استخدمته في مظاهرات قبل كده، والسفن التجارية استخدمته لصد هجمات القرصنة. في حالات مش مؤكدة بيقال إن دبلوماسيين أمريكيين في كوبا والصين قالوا إنهم اتعرضوا لهجوم صوتي سبب لهم صداع ودوخة وغثيان. من مميزات المدفع الصوتي: مش قاتل، بيعتبر سلاح غير فتاك، سهل التوجيه، بيأثر على التركيز والتوازن. من عيوبه بقى: ممكن يسبب ضرر دائم للسمع، ممكن يتسبب في نوبات هلع أو صرع عند بعض الأشخاص، لا يمكن التحكم في تأثيره بدقة عالية في الأماكن المزدحمة. ليه السلاح ده بقى مرعب للناس؟ لأنك ممكن تحس بألم أو دوخة أو خوف مفاجئ من غير ما تعرف إن في حد بيهاجمك فعليا، لأن السلاح ده مش بيبان زي أي مدفع أو بندقية، ده بيخلي دماغك وجسمك بينهار من غير رصاصة واحدة. ولو كنت فاكر ان الصوت مش سلاح، استنى شوف اللي بعده كده، ده بيضربك بكهرباء وانت حتى مش شايفه. المدفع الكهرومغناطيسي. ايه هو السلاح ده بقى؟ سلاح بيستخدم مجال كهرومغناطيسي بدلا من البارود، عشان يطلق قذائف بسرعة تفوق سرعة الصوت ب7 مرات، اكتر من 8000 كيلو متر في الساعة. القذيفة بتدمر الهدف بقوتها الحركية فقط من غير انفجار. استخدموه فين بقى؟ البحرية الأمريكية اشتغلت عليه لسنين كجزء من مشاريع الأسلحة المستقبلية، اتجرب على سفن وأهداف ثابتة. ليه هو مرعب بقى؟ مفيش صوت انفجار بس الدمار رهيب، القذيفة بتختفي في الجو وتوصل للهدف في ثواني، بيصعب تتبعه أو تصدي له بأي نظام دفاعي تقليدي. ولو السلاح اللي احنا اتكلمنا عليه كان بيجري بسرعة الصوت، اللي جاي هيطفي الدنيا كلها بضغطة زرار. القنبلة الكهرومغناطيسية. ايه هي القنبلة دي؟ سلاح مش بيقتل الناس، لكن بيمسح كل حاجة إلكترونية حواليه، بيطلق نبضات كهرومغناطيسية قوية جدا تقدر تعطل الطيارات والعربيات والموبايلات والكهرباء في مدينة كاملة. استخدموها فين بقى القنبلة دي؟ يقال إن حصلت تجارب عليها في أمريكا وروسيا، اتقال إن في نسخ مصغرة منها اتجربت في ساحات المعركة لكن بشكل محدود. ليه القنبلة دي مرعبة؟ لأنها ممكن تقطع عنك كل وسائل الاتصالات أو إنقاذك في الحروب الحديثة، ده معناه إنك راجع للعصور الوسطى. لو استخدمت صح ممكن تشيل دول كاملة من غير طلقة واحدة. تخيل إنك تدخل المدينة ما تلاقيش فيها صاروخ ابن يومين في ثانية. اللي جاي ده أخطر، بيقتل الناس ويسيب العماير زي ما هي. قنبلة الهيدروجين النظيفة. إيه هي القنبلة دي؟ دي نسخة مطورة من القنابل النووية، لكن بدل ما تدمر المباني هي بتركز على قتل البشر بس، عن طريق إطلاق أشعة نيترونية قاتلة بتمر من خلال الجدران والدروع. استخدموها فين بقى؟ ما تمش استخدامها فعليا في حرب، لكنها اتصنعت واتخزنت في أمريكا، كانت جزء من الخطط الدفاعية ضد الدبابات الروسية.
ليه القنبلة دي مرعبة؟ لأنها بتسيب المدن سليمة لكن الناس جواها تموت. ملهاش أثر تدميري زي القنبلة النووية التقليدية، بس مميتة بوحشية. في لحظة بتخلي المكان زي مدينة أشباح. سلاح الميكروويف النبضي. ايه هو السلاح ده؟ ده سلاح بيطلق موجات ميكروويف عالية التردد بتخترق الجلد نص ملي، وتخلي الشخص يحس كأنه اتحرق مع انه مش بيتأذى فعليا. استخدموه فين بقى السلاح ده؟ الجيش الامريكي جربه في العراق. اتجرب في تفريق الحشود والمظاهرات، لكن بشكل محدود جدا بسبب الجدل حوالين تأثيراته النفسية. ليه السلاح ده مرعب؟ بتحس بألم حارق مفاجئ بيخليك تجري على طول، مش بتشوف مصدر الهجوم. تأثيراته نفسيا أكتر من جسديا، لكنه بيخلي أي حشد يتفرق في ثواني. نبضات الميكرويف هتبقى سهلة لما تعرف إن في رصاصة هتفضل تدور عليك لحد ما تلاقيه. الرصاصة الذكية. إيه هي الرصاصة دي؟ دي رصاصة بتغير اتجاهها في الجو فعليا. الرصاصة مزودة بنظام توجيه صغير، تقدر تتعقب الهدف وتروح له حتى لو اتحرك، زي الصواريخ الصغيرة بالظبط. استخدموا الطلقة دي فين بقى؟ الجيش الأمريكي طورها وتجرب ميدانيا. مشروع تابع لوكالة ضربة. الوكالة دي تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. ايه خطورة الرصاصة دي بقى؟ ما هي مش لازم تصيبك من أول طلقة. الرصاصة نفسها هتلف وراك. طبعا ده بالطبيعي بتقلل أهمية مهارة القناص وبيخلي أي جندي قاتل دقيق. مفيش مهرب حتى لو استخبيت. ودي كانت مجرد رصاصة بتمشي وراك. طيب استنى بقى تشوف شعاع ملوش صوت ولا ريحة بيولع الهدف من غير ما حد يحس. سلاح الليزر الحارق. ايه هو السلاح ده؟ سلاح بيطلق شعاع ليزر مركز، يقدر يدوب المعادن ويشعل النار في أهداف معينة زي طيارات الدرون أو الصواريخ. استخدموا السلاح ده فين؟ ركبوه فعليا على سفن حربية أمريكية. اتجرب على طيارات بدون طيار وزوارق بحرية. هو ليه السلاح ده بقى مرعب؟ لأنه بيبقى صامت تماما، بس فجأة الطيارة تقع أو تنفجر. مفيش دخان، مفيش صوت، مفيش أثر واضح. ممكن يستخدم كسلاح اغتيال مستقبلي من غير ما حد يعرف. الليزر اللي احنا لسه متكلمين عنه ممكن يولع طيارة، ممكن يولع دبابة، بس اللي جاي ده ممكن يولع دماغك من جوه ويفصلك عن الواقع بالكامل. غاز الهلوسة. ايه هو ده بقى؟ غاز كيميائي بيحول اي جندي لواحد بيهلوس، يخليك تشوف حاجات مش موجودة او تتصرف بجنون وتفقد التركيز بالكامل. استخدموه فين بقى؟ اتجرب في الستينات من الجيش الامريكي، كان في مشروع سري. هو ليه مرعب؟ لان مفيش جرح، بس دماغك بتفصل عن الواقع. ممكن تستخدمه عشان تشوش على جيش كامل من غير طلقة، بس شوية الضحايا بيبقوا خطر على نفسهم اكتر من غيرهم. تخيل ايه اللي هيحصل لك لما تلاقي اصلا مش بني ادم اللي بيهاجمك. الروبوت المقاتل. روبوتات مسلحة بذكاء اصطناعي بتقرر بنفسها مين العدو وتضربه من غير تدخل بشري مباشر. استخدموه فين بقى؟ في تقارير عن استخدامات نماذج أولية في ليبيا واليمن، وفي دول بتطورها بسرية زي الصين وروسيا. ليه هو مرعب بقى؟ ما هو اللي بيحاربك مفيش قلب، مفيش رحمة، مفيش تفكير. القرار بياخده في جزء من الثانية. لو خرج عن السيطرة هيكون صعب أصلا إنك توقفه. بص بقى يا عزيزي، لو الروبوت ده بيخوفك يبقى استنى لما تعرف إن في سلاح ممكن يغير تفكيرك وإنت مش واخد بالك. سلاح الموجات الدماغية. إيه هو بقى ده؟ تقنية سرية بتهدف للتأثيرات على موجات الدماغ باستخدام موجات دقيقة عشان تسبب صداع وتشويش أو حتى تغيرات في المشاعر. استخدموه فين بقى ومين استخدمه؟ اتقال إن روسيا وأمريكا اشتغلوا عليه في الحرب الباردة. بعض الناس ربطوه بمتلازمة هافانا زي المدافع الصوتية اللي احنا اتكلمنا عليها في أول الفيديو. ليه هو مرعب؟ مش بتشوف العدو، بس بتحس إن في حاجة غلط. ممكن تتحول لآلة التعذيب أو السيطرة على العقول. بتفتح الباب للأسلحة النفسية مفيش حد محصن ضدها. وفي النهاية لما بنشوف الأسلحة دي بنحس إن العالم بقى في فيلم خيال علمي. يا ترى لو كنت مكانهم كنت هتخترع سلاح أغرب من كده؟ اكتب رأيك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أتمنى أكون وفقت في الحلقة دي، بس اللي لفت نظري إن معظم الأسلحة دي اتجربت على العرب.
لو وصلت لاخر الحلقة ادعمنا بلايك.